ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. في البداية خلونا نوصل الفيديو ده لأكبر عدد من اللايكات علشان نزود الحماس في القناة، واللي ما اشتركش يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد. ويلا نبدأ الملخص. بتبدأ الحلقة وجو كانج بيدخل السجن وميسون وتاي مش عارفين يعملوا ايه. بعد كده بتكون ميسون كاتبة رقم السفارة الكورية وتاي بيكلمهم، ولما بيعرفوا انها رشوة في مبلغ بسيط بيقولوا لهم كلموا السفارة في حالات الطوارئ بس، وانها لو $50 بس هيطلع على طول. وبيقفلوا معاه وبيقعدوا في الشارع مش عارفين يتصرفوا ازاي. وجو في السجن بيشوف صورة عيلته متأثر، وواحد من المساجين بيقول له انت شكلك راجل محترم، يعني انت ايه اللي جابك هنا؟ قال له انا هنا عشان رشيت مسؤول الجمارك في المينا، وبيعرف انهم هيفرجوا عن الداخلين في رشاوي اقل من $200، وبيفرح انه كده هيخرج من السجن تاني يوم عادي. بعد كده ميسيون وتاي مع ما يونج، وبيقول لهم ان الدولة قررت تقضي على الفساد اللي في الحكومة، وان اللي بيدخلوا السجن في رشاوي ممكن يخرجوا بغرامة 3 مليون وون. وتاي بيسألوا عن الاجتماع اللي كانوا هيعملوه مع مجموعة نيها كام كعميل محتمل للخوذات بتاعتهم. وطبعا الموضوع انتشر في الصحافة، ورئيس المجموعة صارم في تطبيق القوانين، فمش عارفين كده يعرفوا يظبطوا معاه ولا لا. والموضوع بقى صعب، وتاي بيحاول يهدي نفسه وبيقول لهم الموضوع مش صعب للدرجة دي، اكيد هنلاقي حل بمجرد ما جو يطلع ونستلم البضاعة هنبيعها عادي. بعد كده اخت ميسون بتروح لمول مطعم وبتكون جايباله اكل، وبتقول له انت هتورث المطعم ده من امك، يعني انت كده غني جدا. قعد يضحك عليها وقال لها انت لو شفت حد غني فعلا هيغمى عليكي، وقام يعمل لها اكل. وميسون وتاي دخلوا اوضه جو وبيلاقوه واخد اكل وحاجات من كل حاجه 3، يعني عامل حسابهم هم كمان. بعد كده ميسون وتاي وما يونج في المحكمه وبيلاقي ان مكتوب الغرامه $10,000 مش 50 بس. يتصدموا، وميسون بتقول هم 50 بس، انا شفته. وتاي بيقول ازاي ده حصل؟ ما يونج قال له شوف شهاده مسؤول الجمارك، وبيكون فعلا مكتوب ان في راجل كوري اداله $10,000، وبيقول له ان ده غالبا سبب عدم استلامهم الخوذات لحد دلوقتي، وانها كده اتحجزت في الجمارك وهيبوظوها، ومش قدامنا غير 48 ساعة نخرجوا علشان نلحق البضاعة. وتاي بيشوف حد لابس الجاكيت بتاع جو وبيتخانق معاه بس بيبعدوه عنه. بعد كده ميسون وتاي بيدخلوا عشان يشوفوا جو، بس بيكون المكان فوضوي جدا، بيكون كله في مكان واحد وبينهم حواجز والتواصل صعب اساسا. وميسون وتاي بيحاولوا يطمنوه انهم هيطلعوه على طول، وبيسألهم على الخوذات قالوا له ما تقلقش من حاجة، وبيحدف لميسون ورقة، ولما بتشوفها بتلاقي انها صورة عيلته وكاتب لها ورا اهتم بعملائنا. وتاي بيكون مش فاهم ايه ده، قالت له دي اساسيات المبيعات، وكانت مبسوطة جدا انه كتب زميلك الاقدم، وانه هيعاملها كزميلة مش هيقعد يديها اوامر. بعدها تاي بيسألها على المهام الرئيسية للمدير التنفيذي، وبيقول لها يعني لو بابا كان عايش ايه الحاجات اللي ينصحني اعملها. بعد كده نامو متبهدل في شغله الجديد، وحبيبته بترن تطمن عليه وبيقول لها ما تقلقيش عليا. قالت له انا مش قلقانه اصلا. وبيجي حد يطلب منه يوصل طلب بما انه بيعرف يسوق وكده. بعد كده تاي ومي سون بيروحوا يقابلوا رئيس مجموعه نيها كام، وبيقول لتاي الصفقه فشلت، جيت تقابلني ليه؟ قال له عشان اعتذر منك. وقال له حلو انك تبقى مدرك خطأك، بس في عالم الاعمال انا ما يهمنيش اعتذارك، انا يهمني بس الفلوس. ومي سون بتحاول تقنعه برضه، قال لها انا ما اقدرش اتعامل مع شركه عملت لي مشاكل، دي مساله ثقه. وبيسيبهم وبيمشي. وتاي بيشكر ميسون على محاولتها. وهما ماشيين نيشا بتيجي تقول لتاي هتكتفي باعتذار بس ولا ايه؟ قال لها لا، الموضوع متعلق بخلق الفرص، مستقبل عيله نهاكام هيكون معاكي. وبتكون هي اصلا معجبه بيه، وبتقول له ان احنا ممكن نشتغل مع بعض، وبتديله كارت المجموعة. وميسون بتكون واقفة غيرانة أساسا، وبتقوله شكلها معجبة بيك، استغل الفرصة وخلاها تشتري شوية من الخوذات ولا حاجة. وبيستغرب كلامها وبيقول لها ازاي يعني؟ قالت له قول لها انك حلوة مثلا، اي حاجة من الكلام ده. بيتضايق ويدخل الاسانسير ويقول لها مش اي واحدة اشوفها اقول لها انها حلوة. بعد كده بتوصل البضاعة اللي جاية لجون من خالته من امريكا عشان يبيعها، وبيلاقيها حاجات معفنة وبيتضايق. وبيسأل تاي راح تايلاند ليه، وها بيقول له ان راح يصدر خوذات كورية هناك. وبيتريق عليه وبيقول له مش فاهم هو مهووس بالحاجات الغريبة دي ليه. وبيسأل بابا بيكره شركة تيبون ليه، انا عايز اقضي على تاي لكن هو متضايق منهم ليه. وها بيقول له اي كلام وبيمشي.
شكل فيه سبب قوي للكره بينهم وما ينفعش يقوله. بعدها بيروح لابو جون المكتب وبيكون بيشوف ملف بكل موظفين شركة تيبون، وها قال له ان جون سأله عن شركة تيبون، قال له مفيش داعي يعرف حاجة. بعد كده ميسون وتاي بيتمشوا مع بعض وميسون بتعتذر له على العبث اللي قالته من شوية، وقالت له ان كان كل تركيزها على الصفقة بس. قال لها يا ريتك اهتميت بمشاعري اكتر، وبتصالحه بعصير بطيخ عادي جدا، وبتقعد تتكلم معاه عن عيلتها وانها ما بعدتش عنهم قبل كده اصلا، فقلقانه على اخواتها وجدتها. بس لما بعدت في رحله العمل كده حست ان في عبء راح من عليها، وبتقول له انا انسانه سيئه صح؟ قال لها اه سيئه وعجباني مالكيش دعوه. وبيقول لها انت اجمل والطف حد قابلته في حياتي، وبيقرب منها وبتفصله في اللحظه دي وبتقول له احنا هنضيع الوقت على حاجات شخصيه واحنا سايبين جو في السجن اصلا، ربنا العالم بحاله. وبتكون متوتره جدا وتاي بيتحرج، وقعدوا يتكلموا عن القضية وعن مسؤول الجمارك اللي بيغطي على حد تاني هو اللي اداله المبلغ ده ولبس القضية لجو. وميسون بتفتكر انها مصورة كل حاجة في اليوم ده اصلا، واكيد صورت $50، وبتطلع تجري وبيروح وراها بسرعة، وجابوا الكاميرا وراحوا يدوروا على استوديو عشان تحميض الصور وطباعتها. ولما بيوصلوا الواحد بيلاقوه مقفول كمان، يعني النحس بيجري وراهم حرفيا. وبيكون تاي عايز يكسر الباب لكن الراجل بيفتح لهم، وبيكون مش فاهمهم ولا هم فاهمينه اساسا، والراجل بيكون عايز يعمل لهم الصور في 3 ايام. وبعد وقت من التفاوض ميسون عرضت عليه 3000 بات وساعد تاي فوق البيعة كمان عشان يخلص لهم الصور بسرعة. وميهو بتكون مستنية مو قدام الشغل زي كل يوم بس ما بيجيش، ولما بتقابله بيكون شكله متبهدل ومجهد جدا، وبيقول لها انه خلص شغل متأخر عشان كده ما راحش يستناها، وغالبا حصل له حاجة في المشوار اللي الراجل قال له عليه ده. وبيوصلها عند البيت وبيحكي لها انهم اضطروا يقفلوا المطعم ويعرضوا بيتهم للبيع، وكل ده حصل فجأة كده، وبيكون حزين جدا فبتحضنه وتواسيه. وميسون وتاي بيباتوا في الاستوديو حرفيا، وتاي بيروح عشان يجهز فلوس للكفالة، وبيسيب ميسون في الاستوديو عشان تاخد الصور، والراجل بيديها ساعة تاي تاني، وبتكون مبسوطة جدا وبتروح جري لان مفيش اي مواصلات وبتتأخر على المحكمة. وهي بتجري حد بيخبط فيها فجأة بيوقع الصور في المية، وفي المحكمة خلاص القضية هتقول الحكم لأن مفيش أي دليل يثبت إنه دفع $50. وجو بيقول لها أنا أفقر من كده بكتير، وتاي بيقول لها أنا عندي دليل، وقال لها إحنا أصلا كل شحنة الخوذات اللي جايبينها نصدرها سعرها أقل من $10,000 بكتير، وإزاي هندفع مبلغ رشوة بالمبلغ ده أصلا؟ وبيكون جايب معاه المستندات اللي تثبت ده. والقضية قالت له وجهة نظر تحترم برضه بس ده مش دليل كافي، وبيكون مش عارف يعمل ايه. في اللحظة دي بتدخل مي وبتكون كل الصور غرقت، ما عادش فيه غير الشريط بتاع الكاميرا، وبياخد تاي كشاف وبيشاور لمي سون تطفي النور، وبيبدأ يعرض لهم الصور على الحيطة بالتاريخ والمكان، وواضح في الصور انها كانت الصبح مش بعد الدوام زي ما الموظف قال، وكده اثبتوا براءته خلاص، وبيكونوا طايرين من الفرحة، وبيكونوا عايزين يلحقوا الخوذات بسرعة. بس ما يونج قال لهم ان الطريق السريع فيه اصلاحات ومقفول، وهنوصل المينا في ساعة على الاقل. وجو بياخد موتوسيكل وبيدي خوذة لميسون، وقال لتاي يبقى تعالى ورانا، فريق المبيعات بس هو اللي هيروح بسرعة. وفي الطريق جو بيشكرها بس هي مش سامعاه وبتقول له انت ريحتك هتموتني. وتاي بياخد توك توك وبيروح وراهم، والموتوسيكل بيعطل بيهم، وميسون بتقول له ده انا هوصل اسرع لو رحت جري، وبتسيبه وبتجري فعلا. وتاي بيوصل بالتوك توك اللي معاه وبياخد جو في طريقه، وميسون بتوصل المينا قبلهم اصلا، وبيكونوا بدأوا في تدمير بضاعتهم كمان، بتحاول توقفهم بس مش بتعرف. وتاي بيوصل بيقتحم المكان بالتوك توك بمنتهى الثقة، وبيديها الملف وبتوريه للراجل بيكون مش مصدق اصلا، وبياخدوا اذن المرور اخيرا. وتاي وجو بيطمنوا على الخوذات وبتكون اتكسرت من جوه، وميسون بتقعد تعيط وبيحاولوا يهدوها، وجو قاعد يقول لها احنا عملنا اللي علينا خلاص وانت اشتغلت كويس. بعد كده بيكون 140 خوذة سليمة بس اللي باقيين، وجو بيقول لهم هنبيعهم وخلاص، وبيكونوا بياكلوا نودلز، وتاي بيقول لهم ايه رأيكم نصدر نودلز، وجو بيقول لهم مش عشان انا اكبر منكم في السن يبقى انا حكيم اكتر منكم، ومين كان يصدق ان اعمل الكارثة دي في بلد غريب، وكمان كنت بتعامل مع ميسون بغرور. وبيكون مكسوف من نفسه بسبب اللي حصل وبيعتذر لميسون، وميسون بتعترف لجو انها كانت بتطفي عليه النور في الحمام. وتاي
بيكون مبسوط انهم خلاص هيبدأوا يتعاملوا كفريق واحد من غير خناقات وشغل عيال صغيرة. وبعد كده ميسون بتضمد التعويرة اللي تاي اتعورها الصبح في المينا، وبيشكرها انها دايما جنبه في كل وقت صعب، وقالت له انا كنت بعمل شغلي، وبيقرب منها وبيديها وردة وبيحصل خير كتير. بعدها بيكون تاي وميسون وجو مع بعض، وبيتفقوا ان جو هيقعد ويستغل علاقاته في بيع باقي الخوذات وهم هيرجعوا كوريا. وتاي وميسون بيوصلوا البيت وبيكونوا مبسوطين جدا وجايبين لهم هدايا، وميسون اخواتها بيباتوا معاها. وتاي في الشركة والفلوس اللي معاهم ما تكفيش لأي حاجة، وبيضطر يبيع مكتب الشركة وبيمشي منها حزين جدا. تاني يوم الصبح تاي بياخد جو ميسون وباي علشان يشوفوا مكان الشركة الجديد، وبيكون دكان في الشارع، والمكان ده مطعم صاحبه مو اصلا. وجو بيقول لي يلا بقى نقلي فراخ. بعدها تاي قال لهم مفيش حد يقرب من المطبخ لانه بتاع صاحبي. قال لي مفيش حد يقرب منه، وبيستغربوا لما صاحبه بيجي وبيقول انهم هيدفعوا الايجار بالنص. وجون بيعرف انهم نقلوا المكتب ومعاه حد قال له شكلهم بدأوا يفلسوا. بعدها تاي بيقول لصاحبه انه بيحب ميسون. قال له يا راجل ايه اللي عملته في نفسك ده، حرام عليك. وتاني يوم ميسون بتكون مش عايزه تظهر انها معجبه بتاي، وقال لها احنا بنتوعد كده المفروض. قالت له مين قال لك الكلام ده، مفيش موعده ولا حاجه. وبتمشي وبتقول لسه ما طلبش مني نتواعد اصلا. بعدها مو قال له دي مش بتحبك، فبيسأله قربت مني ليه طيب. صاحبه قال له انت بطيء الفهم، دي بتتسلى بس. وبعدها بيوريه الموبايل بتاعه وبيقول له انت مدير شغل يا تاي، المفروض يكون معاك واحد دلوقتي. وميسون بتعمل ألبوم صور لرحلة تايلاند، وبتحط صورة لتاي لوحده كده معاها. وبعدها مو بيصلح لهم حاجات في البيت، وبيكون جايب لهم لبس وهدايا كتير، وبيكونوا مبسوطين جدا. بعدها ابو جون بيكون معاه ملف الموظفة تشا اللي كانت شغالة في شركة تيبون، ويفتكر لما كان بيزور ابو تاي وقال له هي فين، ولما سأل حد وقال له وافقت ولا لا. وتاي بيشوف ملفات الحسابات وبيلاقي فيه ورقة ناقصة، وابو جون بيقابل تشا وبيمسكها ويقول لها سند اقرار الدين فين، انا مش لاقيه. في نفس الوقت تاي بيقول مستحيل يقطع ورقة من الحسابات كده، ما ممكن يعدل عادي زي ما عدل في باقي الورق. والنور بيبدأ يقيد ويطفي، تقريبا حد بيحاول يفصله. ويخلص الملخص. في النهاية ما تنسوش تدعموني بلايكات كتير، واللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد. والسلام.